يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صباح الخير بنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال. الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم فيه شي وصفات اللي ممكن غيستافدي منهم في الدار، سواء لوليداتك، سواء كيهنوا كل واحد مده ديال 4 ايام 5 ايام، او لا على حسب افراد العائله اللي كيكونوا في البيت. المهم، اول حاجه بغيت نشارك معكم هو ضانون المنزلي، يعني اليوغورت المنزلي. اول حاجه درت نصف لتر نتاع الحليب في كاسرونه، ودرت ليه الكميه اللي بغيت نتاع السكر. يعني بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. ثاني حاجه خديت نص لتر الاخر، درته في واحد البول، وزدت عليه واحد الفانيا، وزدت عليه واحد اليوغورت صافي. والنكهه الفانيا كتبغي اللي بغيتي ديروا لاروما نتاع البنان، بغيتو ديروا المشماش، المهم كل واحد والنكهه اللي كيبغي. فايت لي انا جربته الزعفران شعره، صراحه جا زوين. وما كنستغناش دائما على كاسي ديال القهوه في الصباح، لابد والغدا كيكون كيطيب. اليوم غنشارك معكم الصباح وغنشارك معكم عشيه ان شاء الله بحول الله. كنخلط هاد العناصر مزيان مزيان. من بعد ما كنخلطهم، هنا وجدت الكيسان اللي غادي ندير فيهم اليوغورت. هادو بالنسبه لهادو انا كنت خديتهم في صاكا البنات، صراحه زوينين وعمليين. الكونتيتي اللي كيديروا زوينه، اللي كيهزوا زوينه. وصراحه انا بالنسبه للاطرون تاع الحليب راه دار لي 10 ديال الكيسان. المهم، من بعد ما تغسلوا مزيان وتنشفوا، ما يبقاش فيهم الماء نهائيا، كيتنشفوا. خديت من بعد هذاك نصف لتر ديال الحليب، من بعد ما غلى عاد ضفتو على نصف لتر الاخر. خصو ضروري البنات تخلوه حتى كيغلى. عاد ضفتو مع التحريك بسرعه بسرعه بسرعه، كتحركوا. اصلا نتوما ما كتزيدوا حتى كيكون داب هذاك اليوغورت في داك نص لتر الاخر، باش ما كيتكللش لكم لتحت. كتخلطوا تخلطوا مزيان، وكتفرغوه في القوالب ديالكم، في دوك الكويسات ديالكم، كتغطوه مزيان. ضروري البنات يشد درجه الحراره. انا دابا في وقيته ديال البرد شنو كندير ليه؟ كناخذ البلاطو كنغطيه بمنديل يكون غليظ مزيان، وكنكون ديجا خدمت شعلت الفران حتى سخن مزيان. من بعد ما كيسخن الفران كنطفيه عليه وكنخلي شويه الباب ديالو مفتوح. عاد كندخل ليه البلاطو فيه اللي مغطي بهذاك المنديل مزيان مزيان، كنخليه فيه مثلا 3 ديال السوايع على حسب. المهم انا بالنسبه لي، انا عن تجربتي عندي 8 سوايع، كنخلي 8 ديال السوايع. من بعد كنخرجو كنلقاه جا مزيان جامد وشاد مزيان في راسو. عاد كنولي كنديرو في الثلاجه حتى كيبرد مزيان، عاد كيتقدم. صراحه زوين 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 زوين. بالنسبه للوليدات في الدار كتستغناو على انكم تاخذوا اليوغورت نتاع الزنقه. صراحه واخا هو فيه داخل فيه اليوغورت، ولكن بكميه قليله. يعني المواد الحافظه كيكونوا ناقصين بزاف فيه. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تجربوها، لانها فعلا كتطلع ناجحه 100%. وبالنسبه للمقادير ديالها، مقادير اللي هما ساهلين متوفرين في اي بيت. يعني الحليب والسكر والفاني ولا دانون راه كيكون متوفر في اي بيت، والمقادير ديالها صراحه بسيطه، ما كتاخذش لكم بزاف. بالنسبه كما قلت لكم، ها نتوما كدوروا عليه المنديل مزيان مزيان، ومن بعد ما كدوروا عليه المنديل كتخشيوه في الفران اللي كيكون ديجا صافي. البنات كتغطيوه مزيان. اهم حاجه دابا وقيته البرد، وقيته الصيف ما كيكونش مشكل، ولكن بالنسبه لوقيته البرد ضروري كنغطيوه مزيان. انا كنضيف عليه هذا السلوفان، هذا غير في حالتي بغيتو، باش كتزيدوا تسخنوا عليه مزيان وكيوجد لكم بكري، يعني دغيا. ما بغيتوش بلاش. الوصفه الثانيه اللي غنشارك معكم، هذا واحد البودره اللي كتكون عندك في البيت ديالك، كتكون واجده، كتصايبيها عندك، وكتكون واجده في بواطه في علبه، كتخليها في علبه. وقت ما احتاجيتيها كتلقايها كدير. راكم عارفين دابا وقيته البرد كنحتاج واحد الكويس نتاع الشوكولا شو. صراحه كيعطي واحد الفرح بالنسبه للنساء. صراحه حنا الشوكولات يعني الا كليناه راه صراحه كيفرحنا. هنا بالنسبه للكونتيتي نتوما كتحكموا فيها. بالنسبه لي انا راه درت فيها المقادير درت 3 ديال المعلقات نتاع النشا، ودرت فيها تقريبا 4 المعلقات نتاع الكاكاو. افضل حاجه انكم تاخذوا الكاكاو، شي حاجه اللي تكون زوينه. هنا درت فيه السكر الاسمر، كيبقى اختياري، بيديروا السكر بودره، بيديروا السكر العادي. المهم هادشي كيبقى اختياري، كيبقى على ذوقكم. كتزيدوا فيها قهوه سريعه الذوبان على حسب الذوق ديالكم، وكتزيدوا فيها شويه ديال القرفه
يعني المهم الاذواق كتبقى على اختياركم، باش النكهات اللي كتبغيو يكونوا فيها كتخلطوا هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم، كديروهم في شي قال شي قرعه بحال هكا، وكتسدوهم. هنا قطعه ديال الشوكولا باش كتعززوا الذوق نتاع الشوكولات. ولكن دائما كما كنقول هادو راه ماشي لي بيب شوكولا اللي كيكونوا نتاع الكوكيز، لا هذا شوكولا غيش. يعني الا كان عندكم كديروا انكم تطحنوا هاد العناصر كامل مع بعضياتهم كيبقاو عندكم بودره، كان عليكم بغيتوا تبقاو خليهم هكا تخليهم هكا، كديروهم كما قلت لكم في علبه وكتخليهم. وقت ما بغيتوا كتصايبوا داك الكويس نتاعكم تاع الشوكولا الشوط، كديروا معلقه كبيره ديال هاد الخليط هذا، وكديروه مع الحليب ومع التحريك. مع التحريك حتى كيوجد لكم، ما تصوروش البنات ملي كتكونوا كتشربوا راه واحد الساعه ما نقولش لكم. فعلا بالنسبه للناس اللي دايرين ريجيم كيزيد في الوزن، راكم عارفين الشوكولا راه كيزيد في الوزن، ولكن بعض المرات المورال كيكون طايح البنات. وهذه اكثر حاجه اللي ممكن اننا نرفعوا بها المورال بالنسبه لنا حنا النساء هي الشوكولات. الشوكولات صراحه كيعطينا طاقه زوينه. هنا غادي نجرب معكم باش تشوفوا غير القوام ديالو كيفاش كيكون، صراحه كيجي زوين. انا كما قلت لكم راني درت غير كاس، كديروا معلقه على، شوفوا المعلقه كتبقى على القوام اللي بغيتو تكل بالمعلقه كتاكلوا بالمعلقه كتزيدوا. ولكن انا كنفضل انه يجي سائل وكيجي ثقيل شويه بحال السيرو، وكتشربوا بلا باي، تشربوا كيف ما بغيتوا، كيجي غزاله البنات. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تجربوها، ونتمنى ان شاء الله الوصفات ديال هاد الفيديو كامل يعجبوكم. بالنسبه هنا من مورا الغدا، هنا الوصفه اللي غنشارك معكم الغانولا. راه ماشي اول مره نشاركوها معكم في القناه، فايت لينا حطيناها معكم. هنا الغانولا كتختاروا نتوما اللي بغيتوا. بالنسبه للزرارع اللي درتو فيها راه كتجي زوينه. كاين عندكم زريعه الكتان كدير حتى هي فيها، زريعه ديال القرع، اي حاجه بغيتو، حبوب الشيا اللي بغيتو. هنا جبت الشوفان دائما اختاروا الغليظ كيكون احسن من الرقيق بالنسبه بحال هكا في الغانولا. كتجيبوا الشوفان وتجيبوه عند شي واحد اللي يكون باش غنقول لكم، يكون ماشي من داك النوع اللي كيحطوا مثلا هادشي ديال الشوفان وهادشي عند الباب اللي جا كيدير فيه يديه. يعني لان الشوفان ما كيتغسلش، الا تغسل راه كيضيع لانه كيطلق داك النشا ديالو. حنا ما بغيناش يطلق النشا ديالو، يعني كيخصنا يكون ناشف. هنا درت غير الشوفان ودرت معاه الزريعه ديال القرعه. الزريعه ديال القرعه ديجا كانوا مخلطين مع حبوب الشيا، يعني خلطتهم مع بعضياتهم. هنا كتضيفوا كتجيبوا الزبده، كدوبوا الزبده مزيان كدوب، وكديروا معها تقريبا على حسب القياس اللي بغيتو ديال العسل، وكتخلطوه مع ديك الزبده وكيذوب مزيان. يعني كونتيتي كتبقى نتوما كتحكموا فيها، يعني كيخصكم هذاك الشوفان يتغلف بديك الزبده والعسل. هنا بالنسبه للوز حاولت انني نهرسو بهذه الطريقه، ما صدقش ليا، عاد درتو في الترموميكس صراحه هرمشو. المهم نتوما بالنسبه لهذه الطريقه كديروا اللي بغيتو، تبقاو تقطعوا الا عندكم الوقت تقطعوا غير بالمقص بالموس، سمحوا لي اعتذر. وصافي كتخلطوا هاد العناصر مع بعضياتهم. كما قلت لك انا دايره ديجا الزبده كدوب هي والعسل، عاد كنكب عليها الزبده والعسل وكتخلطوا العناصر مع بعضياتهم. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. وما تنساوش البنات ضروري ما كديروا واحد رشيشه ديال الملح باش كدير لكم تعزيز ديال الذوق وكتعدل لكم الذوق. بالنسبه لي انا يديا كانت فيهم الزبده والعسل، ولدي هو اللي عطاني شويه ديال الملحه، كديروا غير باش تعزز لكم الذوق وصافي. كتخلطوا هاد العناصر كامل مع بعضياتهم، كديروهم في الفران اللي كيكون مشعل من تحت والفوق. اللي عندها الفرفاره تخدمها، اللي ما عندهاش ما كاينلاش. كتخشيهم في الفران ضروري بابي كويسون باش ما كيلصقش لك في اللاطه، لان فيه العسل ما تنساوش. كنديروه في اللاطه وكندخلوه الفران حراره عاليه، اعلى درجه عندك في الفران. كل شويه كتخرجيه تفتحي الفران وتحركي بالسباتولا، كل شويه شي مغرفه د العود، كل شويه حتى كيتحمر لك مزيان وكيعطيك
كيعطيك زعما داك اللون الذهبي ديال الشوفان. انا ضروري بغيت نشارك معكم هاد الزيوت الاساس البنات اللي صراحه رائعين. ملي كدير تنوضي في الصباح ديريهم وديري تحت منهم شميعه وكتخليهم صراحه كيعطوا واحد الرائحه في البيت كاملهم زوينين. نرجع معكم البنات للوصفه. هنا بالنسبه للقرقع، لان دابا العناصر اللي داروا مع الشوفان هادو كيتحمروا القرقع، راكم عارفين ما كيخصوش يطيب بزاف، يعني غنخليه هو في المرحله الاخيره عاد كنضيفو، وعاد في الاخير عاد كتضيفوا الاضافات الاخرين بحال الشوكولات بحال الزبيب. هذا كيخصو حتى كتخرجوه من الفران وكيبرد تماما. راكم عارفين لي بيبي الشوكولا اولا الشوكولا طرونش صغيور. شوفوا بغيتوا لوغو يكون عندكم البنات زوين، خذوا شي حاجه زوينه، خذوا شوكولات زوين. نتوما درتوا شي حاجه زوينه لوليداتكم وليكم، يعني الكرانولا راه فيها صراحه عندها فوائد كبيره بالنسبه للاطفال والامهات والكلشي. يعني باش ما درتي فيها شي حاجه اللي هي زوينه اللي مفيده للجسم والكاليتي ديالها زوينه، مثلا شوكولا غيش، مثلا الزبيب نوعيه زوينه، الكركاع نوعيه زوينه، اللوز نوعيه زوينه، لان كاين اللوز اللي كيكون مر صراحه كتطلع زوينه. هنا من بعد ما كتهرسوا الكركاع راكم عارفين كتهرسوا غير باليد، ما محتاج انه يتهرمش ولا حتى حاجه. عاد كتخرجوا اللاطه من بعد ما كتكون تحمرات، يعني ديك الكغان ولا تحمرات، داك الشوفان واللوز والزريعه وحبوب الشيه. ومهم نتوما كما قلت لكم كتضيفوا الزريعه، تضيفوا اللي بغيتوا. الزريعه هذه زريعه الكتان انا ما درتهاش. صافي كتضيفوا هاد الكركاع وكتخليوه يتحمر واحد شويه البنات، ماشي بزاف. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. انا البنات من بعد ما تحمر تماما صافي زدت عليه داك الكركاع، دخلته باش يتحمر عاوتاني. خدا شويه ديال الوقت الكركاع باش ما يجيكمش مر، لان الا فات فيه طياب كيجي تمر. خرجته من بعد ما برد، زدت عليه الزبيب، يعني كتخليه حتى كيبرد. زدت عليه الزبيب، عاد زدت عليه طريفه ديال الشوكولا كما قلت لكم، ولكن كما قلت لكم خاص ضروري يكون بارد تماما. الا زدتوها في مرحله اللي كيكون سخون راه كيضيع لكم كلشي، لان الشوكولات كيذوب ما كيبقاش الشوكولات شاد الشكل ديالو زوين بحال هكا مع دوك العناصر. هنا درت شويه ديال القرفه حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين مع هاد المكسرات ومع هاد الشوفان. صافي وكتولي الكغانولا عندكم واجده لوليداتكم، كتعطي واحد الكونتيتي كثيره يا البنات، يعني تاخذ لكم هذه حتى لشهر وفايت شهر، يعني على حسب العدد ديال الافراد كما كنقول لكم دائما اللي عندكم في البيت. صافي كتعمروا كما قلت لكم. هنا راه غادي نضيف لها دابا حيت بردات تماما، غنضيف لها الشوكولات. صافي عاد كنديرها في القنينات، كتخلطوا مزيان. عاد كنديرها لي بيبي الشوكولا باش ما جبتوا شي حاجه اللي هي زوينه راه كتكون مزيان، يعني كاليتي ليا كما كنقول لكم الجوده تكون ديال الجوده ديالها تكون زوينه. صافي كتخلطوا العناصر كاملهم وكتديروهم في قنينه اللي غتولوا تستعملوا. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور. وهنا جيت نشارك معكم الوصفه. شحال من وصفه دابا درنا البنات، هذه الوصفه الرابعه. الوصفه ديال الحليب الذهبي راه غنيه عن التعريف، كلشي كيعرف الحليب الذهبي. حليب واللي ما كيعرفوش انا غادي نشاركوا معاه اليوم، واللي كيعرفوا يدوز الفيديو. المهم بالنسبه راه كل واحد كيتفنن بالطريقه اللي بغيتي. بالنسبه للحليب الذهبي كيعطي خصوصا النساء يعني
الانوثه ديالهم كتزيد تبان كتر وكتر. بالنسبه للحليب الذهبي كديروا فيهم الحليب، كديروا فيه عويدات ديال القرفه يعني ديال القرنفل، يكونوا غير شي حاجه قليله، لان القرنفل عرفتو مجهد كيعطي له كو مجهد. كنديروا حبوب ديال الهيل، كتحاولوا تفتحوهم باش كيعطي نكهه مزيان، باش ما فتحتوهم وباش ما كانوا جدادين البنات راه كيعطي نكهه رائعه صراحه. هذا الحليب انا صراحه كنرشحوا لكم انكم تشربوه على الاقل 2 مرات في الاسبوع. كديروا عويد ديال القرفه، والعنصر المهم هو الخرقوم عرق، يعني تكونوا طاحنينو على يديكم، ماشي شي حاجه ديال تجيبوها وصافي. كنزيد شويه ديال القرفه باش نعزز الذوق ديال القرفه، وكندير العسل. انا درت هنايا العسل الحر، كتختاروا بغيتي ديروا السكر كديروا، غير هو باش ما نتوما خدمتوا شي حاجه زوينه، شي حاجه اللي هي طبيعيه وزوينه، غتزيدوا تكملوا العسل الحر باش كتعطيكم لوغو زوين. كنخلط هاد العناصر مزيان مزيان. هذا راه كنزيدوا فيه الزعفران شعري الا متوفر عندكم، ولكن انا ما كنزيدوش في هذا الوقت بالضبط، كنزيدو من بعد ما هانتوما من بعد ما درناه كيغلى، كنحركو كنديروه كيغلى مزيان حتى كيطلع الحليب، وكنفرغوه في ابريق، وكنزيدو عليه داك شعيرات نتاع الزعفران شعره. البنات محتاجاش نقول لكم ديروه وصوبوها البنات، صوبوه راه واعر واعر. عشيه بحال هكا ولا بالليل تكوني جالسه تشربي داك الكويس، اش غنقول لكم البنات؟ عارفه بان الفيديو ديال اليوم غتقولوا مي راك كثرات علينا بالوصفات اللي كيزيدوا في الوزن وفي السكريات وهذا، ولكن ما عندي ما ندير لكم. دابا وقيت هاد البرد راه الريجيم شويه صعيب، ولكن كنحاولوا ما دمنا كناكلوا حاجه كنقصوا من حاجه، يعني كنحيدوا علينا الخبز، نحيدوا بزاف د الحاجات. كما قلت لكم كنزيد هنا، راه زدت لكم الزعفران شعره. من بعد ما كتزيدوا الزعفران شعره كتخلوه يطلق شي شويه فيه. هانتوما حاولوا البنات تولوا تاخذوا الحاجه من عند مواليها اللي كيصيبوها ولا اللي كيجيبوها شي حاجه تكون زوينه. صافي البنات، هنا بغيت نشارك معكم واحد البسبوسه اللي غنيه عن التعريف. راه ديجا هاد البسبوسه راه مشاركاها معكم مره ما جوج، ولكن قلت علاش لا نشاركها معكم في هذا الفيديو حتى هو اللي هي سهله. كنديروا هنا 2 كيسان ديال السميده، كتختاروا باش ما بغيتوا تعبروا. 2 كيسان السميده، كاس ديال الكوك، كاس ديال سنيده، وكاس ديال الزيت الروميه، وشويه ديال المليحه، وكنخلطوا العناصر مزيان. كنزيدوا عليهم خماره ديال الحلوه، واحد الخماره ديال الحلوه، وكديروا فيهم الفاني، زهره البرتقال، اللي بغيتوا النكهه كما كنقول لكم دائما. اللي بغيتوا بيديروا قشور نتاع الحامض، اللي بغيتوا. صافي كتخلطوا العناصر كاملون. باش كتخلطوهم بنصف لتر نتاع اللبن كما كنقول لكم البنات، ماشي الحليب، اللبن. كتجيبوا داك اللبن كيخصو يكون هنا، راه بغيت نشاركها معكم بالكاكاو، داكشي اللي زدت ليها النكهه ديال الكاكاو. الكاكاو زعما بغيتو تخلوها بيضه كتخلوها، وبيضه ونص لتر ديال اللبن، وكتخلطوا هاد العناصر كاملهم مع بعضياتهم، وكديريهم في مول اللي كيكون مدهون من قبل، يعني كدهنوه بشويه ديال الزبده، وديروا ليه شويه ديال الكوك بلاصه الطحين، كديروا شويه ديال الكوك، اولا كديروا سميتو هذا، كديروا الكاكاو اللي بغيتو. ما ديروش الطحين باش ما يعطيكمش ديك الطبقه بيضاء من الفوق، تكون شابه الا قلبتوها. كنخلطوا العناصر مزيان مزيان، وكنكبوهم في المول. هانتوما راه يلا خلطتهم كان خفيف، ها هو دغيا كيولي ثقيل، لانكم راكم عارفين السميده كتشرب دغيا دغيا، يعني كنحاولوا نزربوا عليها بالزربه. صافي كنوزعوها في المول ديالنا. المول كتختاروا المول اللي بغيتو، غير انا اختاريت انني نديرها في هذا المول هذه المره. التيفو اللي درت انا انه اللبن كان بارد والبيضه كانت بارده من الثلاجه، خاص كلشي يكون درجه حراره الغرفه خصوصا في هذا البرد. صافي كنقادوها وكندخلوها الفران. في الوقت اللي كندخلوها الفران ضروري اننا كنديروا واحد السيرو اللي يوجد هنا. هانتوما كما كتشوفوا اليوغورت، من بعد اليوغورت ملي من بعد ما وجد هنا راه غير من الصباح للعشيه، هانتوما واجد. دابا كيدخل نديرو الثلاجه باش يبرد مزيان. صافي هنا خرجت الكيك من الفران، البسبوسه خرجتها من الفران. هنا صوبت واحد لاصوص اللي هي اشنو درت فيها كاس ديال الماء، ودرت فيها ساشي نتاع الكاكاو، ودرت فيها معلقه نتاع النشا ديال سميتو، ودرت فيها قطعه ديال الشوكولا على حسب نتوما اللي عندكم، قطعه الشوكولا اللي بغيتو، وكدير فيها السكر على حسب الذوق. صافي تقبتها مزيان. من بعد ما كبيت فيها داك السيرو تقبتها مزيان. هو كيجي خفيف شويه، ما يجيش ثقيل البنات، باش يتشربوا الكيك من الداخل. كتقبوها مزيان وكتخلوه حتى كتشرب تماما البنات. عاد كتولوا تقلبوها في المول، وكتزيدوا عليها داك السيرو عاوتاني من الفوق ديالها،
وكتزينوها بالشكل اللي بغيتو تقدموها هكا، كتقدموها كتجي خفيفه البنات وكتجي لذيذه لواحد الدرجه ما تصور. واخا كيكون فيها ما فيهاش اللوز، كتعطيك بحال فيها اللوغون تاع اللوز، لان ملي كتخلط هذا الحامض يا ربي الكوك مع السميده مع اللبن كيعطي بحال اللوغون تاع اللوز. هانتوما انا زينتها بديك لاصوص، طحنت معاها شويه ديال الكركاع صافي وقدمتها. كتقدموها بالطريقه اللي بغيتو، كل واحد كيفاش كيبغيها. جات صراحه زوينه البنات. وهنا كيكونوا سهله والوصفات ديالي ديال هذا الفيديو ان شاء الله. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وموعدنا بفيديو جديد ان شاء الله بحول الله، وشكرا لكم. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله